سلام بنات، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. بما أنه كان موسم المنظرين والبرتقال، كنستغلوا الفرصة باش نوجدوا كيكات بعصير المنظرين أو البرتقال. هنا صاوبت كيكة جات تبارك الله، كيكة إسفنجية ولذيذة، هادي نحس بها ألذ كيكة وجدتها. درتها كاكاو والمر وعصير المنظرين. كنفرحوا وليداتنا من هاد الكيكات، كيكات اقتصادية وسهلة التحضير. جات تبارك الله منتفخة وإسفنجية، دايرة بحال شي بونجا. باش نحضرو هاد الكيكة، عندنا كاس سكر، كاس حليب، هذا بكاس العنبة، ربع كاس زيت، 3 بيضات، 2 كيسان فرينة، دائما كاس العنبة، 2 ساشيات خمارة حمراء، 2 ساشيات تاع كاكاو المر، ووحدة ألزة. هنا درت 3 تاع البيضات، زدت عليهم رشة ملح وساشية تاع لافاني. ضربت المكونات الثلاثة جيدا. زدت عليهم كاس سكر، من سنيدة، سكر سنيدة، ما يكونش غليظ. خلطت المكونات الأربعة، حصلت على هذا الخليط. من بعد زدتلو ربع كاس زيت. دائما مع التحريك المستمر. زدت لهم كاس حليب، هنا غربلت 2 كيسان فرينة، كاس العنبة، جوج كيسان، لا أكتر ولا أقل. هنا عمرت الكاس الأول اللي غادي نخليه هكاك صافي. الكاس الثاني درت فيه 2 ساشيات تاع الخمارة حمراء من فئة 8 غرامات. الساشي الأول، الساشي الثاني. غربلت الخمارة، غادي نضيف لهم كاكاو، 2 ساشيات تاع كاكاو مر. الساشي الأولى، الساشية الثانية. مخطا كتكون هذيك الخمارة وهذيك الكاكاو يكونوا يابسين. نخلط المكونات 5: فرينة، كاكاو المر 3، فرينة كاكاو المر والخمارة. ضفت الخليط الأول، ضفتو الكاس الأول تاع الفرينة بدون خمارة وبدون كاكاو. بعد زدتلو الكاس الثاني اللي فيه خمارة والكاكاو. خلطت المكونات جيدا حتى حصلت على خليط متجانس، خليط اللي راني باغياتو.
ورقم 8 بقى واضح على سطح الخليط. بعد زدتلو على حسب معلقة كبيرة تاع الخل، دهنت المول العادي، دهنتو بالزيت و دريت عليه الفرينة، من بعد كبيت فيه الخليط. الفرانة عندي مشعول من قبل، انا كندير الكيكة طيب والفران يكون سخون. انا درت عليها خط دائري باش الكيكة تفتح لي. من ندخلها الفرن كنشعل، من بعد نشعليه من التحت، نخليه مشعولين من التحت ونطفيه من الفوق. انا غادي نوجد السيرو، فيه كاس تاع المندرين و2 معالق معامرين تاع السكر سنيدة تكون رقيقة. خلطت المكونات ثلاثة حتى داب هذاك السكر، درتو على النار غلى واحد مدة 3 دقائق أو 4. هو شكل السيرو بعد ما طاب، خليتو يبرد، الكيكة راه طاب في الفران. هاو الشكل نتاعها بعد ما طابت. هذاك الخط اللي تما واضح، هذاك الموس اللي تحيتو باش نشوفها واش طايبة. منين قلبتها على الوجه نتاعها، منين بردت لي بردت واحد شوية، ثقبتها بالفرشيطة باش من نسقيها بالسيرو يدخل لي في كل انحاء الكيكة. نحرك السيرو عندي بارد والكيكة حامية. سقيت الكيكة مزيان كما هو واضح في الصورة. بعد ما ثقبتها من كل الجوانب، هنايا درتها على واحد الشبيكة باش يكثر لي هذاك السيرو، والسيرو اللي هو دفن هذاك الصحن غادي نولي نكبو على الكيكة، ما غادي نضيع حتى قطرة من السيرو. جات تبارك الله بنينة، وزادها بنا هذاك السيرو تاع المندرين والسكر، جات معلكة لداخل. من يكون السيرو حامي خص الكيكة تكون باردة، من يكون السيرو بارد خص الكيكة تكون حامية العكس صح. درتها في الثلاجة، من تسقات لي مزيان وشربت هذاك السيرو، درتها في صحن اخر، زينتها شوكولا فيرميسيل. وبعد القطع نتاع الكركاع واللوز. هذا هي التزيين، وكل واحد يزين كما بغا. هو الشكل نتاعها بعد التزيين. غنقطع واحد المرسو منها، تبارك الله جات عالية وإسفنجية بالمكونات اقتصادية وطريقة سهلة.
انا شاده بالتليفون بيد وكنقطع بيد، داكشي اللي جاني شويه صعيب باش نرفد هذاك المورسو بسباتول. درتو بيديا وحطيتو في الصحن، ها هو الشكل نتاعها لداخل. انا حتى برد لي عاد قطعت منها المورسو، نتقطع وهي حاميه يجي بحال اللي معجن. ها الشكل نتاعها اسفنجي. تاكلوها بالصحه والراحه. الى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله.